السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعادة. أهلا وسهلا فيك في برنامجك أنا وأنتي. أنا خديجة برهان. بعض الأحيان نحن نتساءل، في ناس عندهم نجاح في جانب العلاقات الاجتماعية أو عندهم نجاح في جانب العلاقات بصفة عامة، ونتساءل كيف يا ترى يكون هذا النجاح. أو ممكن نقرأ أو نسمع عن دورات تدريبية فن إدارة العلاقات، أو كيف تنجح في العلاقة، أو كيف تنجح مع الآخر، إلى آخره من هذه العناوين. ممكن دائما نسأل نحن هذا السؤال، وحتى لو ما سألناه بشكل مسموع بس نحن نطرحه على أنفسنا، يعني كيف أنجح في هذه العلاقة؟ كيف أنجح في علاقتي مع زوجي؟ كيف أنجح في علاقتي مع صديقتي؟ كيف أنجح في علاقتي مع من حولي، سواء كانوا أبناء، سواء كانوا أهل، سواء كان جيران؟ ليش في ناس سهل جدا بالنسبة لهم تكوين العلاقات الاجتماعية والنجاح فيها والبقاء فيها وقت طويل جدا وامتداد طويل؟ الشيء اللي احنا ما نعرفه دائما في مسألة العلاقات الاجتماعية أنه كيف تتكون أساسا هذه العلاقات، وإيش القواعد اللي تنبنى عليها. طبعا لازم نتفق أنا وإنتي دائما في شغلة معينة جدا، اللي هي في الحياة إجمالا. في الحياة دائما أخذ وعطاء، أداء حقوق أو أداء واجبات وأخذ حقوق. يعني لك كما أنه أنت مطلوب منك أنك تؤدي للناس ما لهم، فأنت كمان لازم تأخذي اللي لك من عند الناس. وهذا بصفة عامة، يعني مش ما هي بس بعلاقة المرأة وزوجها احنا نقول حقوق وواجبات، لا، في أي علاقة في حقوق وواجبات. حتى علاقتك اليوم مع نفسك في لها حقوق وواجبات يجب أن تؤدى ويجب أن تؤخذ منها. لكن هذا الفن اللي هو في إدارة العلاقات والنجاح فيها، هذا ما إحنا ما نقدر نتعلمه لا من خلال دورات ولا من خلال قراءة الكتب، إنما نتعلم بالممارسة فقط وملاحظة ومن تجارب الناس. خليني اليوم أحكي لك عن شغلة مهمة جدا في مسألة العلاقات الاجتماعية أو العلاقات بين الناس بعضهم البعض في إشكالية، اللي هي إيش؟ اللي هي إنه الناس في العلاقات هذه ما تعرف فن يسموه فن المسافات. إيش هو فن المسافات؟ فن المسافة هو أني أنا أترك مسافة كافية بيني وبين في هذه العلاقة، بيني وبين الطرف الآخر دون أن أصطدم به. خليني أعطيكي مثال بسيط وبعد كده أشرح الفكرة إيش هي. المثال البسيط إنه اليوم إذا أنت اليوم تسوقي سيارة أو أي شخص يسوق سيارة، معروف يعني في مسألة قيادة السيارات إنه يجب ترك مسافة كافية بين السيارة والأخرى. طب إيش الأهمية في إنه السيارات تترك هذه المسافة كلها؟ القصد منها أن أنا أحافظ من خلال هذه المسافة على مساحة الأمان، يعني أي مشكلة تظهر في السيارة التي أمامي أو في سيارتي بسبب وجود هذه المسافة أقدر أحلها وأعالجها بسرعة. طبعا كل ما يكون في زحام المسافة يجب أن تكون يعني صح أن المسافة تكون أقرب يعني قصيرة، لكن يكون الإنسان أكثر حذرا أثناء القيادة. هذا بصفة عامة في القيادة. كذلك في الحياة الاجتماعية وفي الحياة بصفة عامة. فن المسافات، فن المسافات معناها أنه أنا اليوم محتاجة أن يكون بيني وبين الطرف الآخر مين ما يكون هذا الطرف مسافة أمان. هذه المسافة هي التي أحافظ من خلالها على الخصوصية في علاقتي أنا معه، وأترك له مساحة حرة حتى يتصرف فيها على حريته فيها. مع الأسف الشديد هذه المسافة غير موجودة في واقعنا الحالي في العلاقات الاجتماعية، لأنه في العلاقات الاجتماعية أصبح الناس يتدخلوا كثير ويقتربوا إلى حد أنهم يعني يعلقوا في مشاكل مع بعضهم البعض ويساء الفهم. يعني يتدخلوا في كل شيء. يعني المرأة مثلا في علاقتها كمثال، مثلا المرأة مع زوجها تتدخل في كل شيء بصفة أنه زوجها، فقط الزواج هذا هو اللي يجعل قاعد حقية لها أنها هي تتدخل، أو الرجل يتدخل في خصوصيات المرأة وفي حياة المرأة وفي كل ما يخصها بس تحت مسمى وذريعة هي زوجتي. زوجتي أو زوجي مو معناها التملك، معناها أنه هذا الإنسان كيان مختلف وعنده هوى مختلف وعنده مزاج مختلف وعنده طبائع مختلفة، يحتاج مساحة خاصة فيه لممارستها بأمان بدون ما يصطدم بالآخر.
كون إن الرجل والمرأة اليوم يكون في بينهم مسافة أمان، معناها إن هم حيحافظوا على علاقتهم ناجحة. ليش؟ لأنه بهذه المسافة هم بيحافظوا على شخصياتهم كما هي بدون ما تذوب في الآخر، ما يتدخل في بعضهم البعض في شيء ما يخدم هذا الزواج. يعني المرأة عندها هوى خاص فيها، مزاج خاص فيها في أمور معينة، في طقوس معينة، في علاقتها بأهلها مثلا عندها خصوصية ما تحب تطلع زوجها عليها. يجب على الرجل أن يحافظ على هذه المسافة، على هذه الخصوصية، حتى يحافظ على زوجته فقط. ما يصح للرجل أن يتدخل اليوم في هذه الخصوصيات اللي بين المرأة وأهلها ولا صديقاتها ولا مع نفسها تحت مسمى أن أنا زوجك ولازم أعرف كل شيء. لأنه باختصار لو عرف كل شيء ممكن ما يظل هو الزوج المحب، ممكن ما يعجب الوضع فيؤدي تدخله هذا إلى إفساد الأمور بين بعضهم البعض. يمكن لو عرف ينزعج ويستاء. يعني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. معناه إيش لا تسألوا عن أشياء؟ يعني لا تتدخلوا، يعني لا تكثروا من طرح الأسئلة، لأنه هذا بعض الأحيان معرفة الأشياء يؤذي الإنسان، لذلك الجهل بها هو مفيد في بعض الأحيان. نفس الشيء المرأة اليوم لما تتدخل في كل ما يخص زوجها حتضطر إنه هي تقول رأيها وتعبر عن نفسها وتعبر عن احتياجاتها في شيء ما له علاقة بزواجها. ممكن يكون الرجل عنده علاقة خاصة أو طريقة تعامل خاص بينه وبين أصدقائه، فالمرأة ما يعجب هذه طريقة التعامل، فبالتالي تعطي رأيها وتتدخل. تدخلها هذا يشعر الرجل أنه هو ما عنده رأي، ما عنده قيمة، ما عنده اعتبار. أو ممكن تتدخل المرأة وتقول رأيها عن واحد من أصدقائه المقربين فما يناسب هذا الصديق مثلا، فتطلق عليه أحكام. بإطلاقها لهذه الأحكام هي تهز ثقة زوجها في هذا الصديق أو تهز مشاعره، طيب، فتؤثر عليه بطريقة سلبية، فهي تكون أفسدت من حيث لا تدري بالتدخل ده. أو كمان ممكن نقول مثال ثاني اللي هو دائما يقع فيه في داخل الأسرة الواحدة، اللي هو علاقة الأبوين مع أبنائهم. بعض الأحيان يكون الأب عنده علاقة خاصة مع أبنائه أو موضوع خاص فيهم هم، خاصة إذا كان الأب مع أولاده الذكور عندهم شيء خاص يتكلموا فيه. فلما يكون عندهم شيء خاص يتكلموا فيه ولا عندهم نشاط خاص ولا عندهم أمر خاص، المفروض إنه الزوجة الآن إنه هي ما تتدخل وتقول أنا لازم أعرف إيش قاعد يصير وراء ظهري أو لازم يقولوا لي أو إلى آخره. ليش؟ لأنه هي أول شيء بالتدخل ده هي تفسد هذا شكل العلاقة اللي قاعد تقوم بين الأب وأبنائه. ثاني شيء معرفتها بالأشياء اللي هم يتكلموا فيها ربما تأذيها هي، ربما تضرها، ربما ما تفيدها، ربما تكون مواضيع تخص الرجال فالاطلاع عليها ما يفيدها بشيء. لكن تظن إن هي من حقها إن هي تتدخل لأنها هي أم وزوجة ولازم تعرف، وإحنا عائلة واحدة ولازم نعرف كل شيء. طيب مسافة الخصوصية هذه فينها؟ عدم وجود هذه المساحة تخلي الواحد يكون عنده أسرار يخفيها على الطرف الآخر فقط تجنبا إنه يتدخل فيها. لكن أنا اليوم أقدر بإيجاد هذه المسافة في العلاقات الاجتماعية بيني وبين زوجي، بيني وبين أولادي، إن أنا ما يكون في أسرار، لأنه في النهاية لازم أعرف إنه هذه مساحتهم الخاصة اللي لازم يكون فيها على طبيعتهم بدون ما يلبسوا أقنعة ويخفوا عني شيء. نفس الشيء يحدث كمان في العلاقات الاجتماعية اللي تكون بين الناس بصفة عامة. التدخل هذا مشكلة. أني أنا والله صديقة، إحنا أصدقاء من زمان ونحن نعرف بعض من زمان ونحن صديقات مقربات ولازم أعرف. ليش لازم أعرف؟ فقط لأجل إحنا صديقات؟ طيب فين الخصوصية؟ كون إن إحنا صديقات من زمان ما يلغي خصوصيتي ولا خصوصيتي، ما يجعلنا كتابين مفتوحين لبعض، يجعل فقط أن سلوكياتنا معروفة بين بعضنا البعض، فما في خوف من بعضنا البعض في هذه العلاقة فنشعر بالثقة. إيجاد هذه المسافة مهم جدا لخلق حالة من الثقة بين جميع الأطراف. عدم وجود هذه المسافة هي اللي تخلي الأبناء يصابوا بالنفور في البيت. ليش؟ لأن الأم تتدخل في كل شيء والأب يتدخل في كل شيء ويفتوا ويعطوا رأيهم ويفرضوا رأيهم ويعطوا يعني آرائهم حتى في الأشخاص المقترنين بهم أولادهم. ربما أولادي وبناتي عندهم أصدقاء لكن أنا ما يعجبوني أو طريقة العلاقة اللي بينهم ما تعجبني، بس هم منسجمين، فبالتالي تدخلي أنا يفسد هذا الانسجام ويفسد علاقتي بأولادي، فبالتالي ما حد ربح.
كلنا حنكون خسرانين في هذه العلاقة. إيجاد المسافة هذا هو الذكاء نفسه اللي تبحث عنه المرأة في علاقتها، خاصة علاقة مهمة جدا هي علاقتها بزوجها. اليوم المرأة لما تقول أنا كيف أكون علاقة ناجحة مع زوجي أو أكون علاقة يعني علاقة خاصة جدا ومميزة، لازم تدرك إن هي أول شيء لازم تحفظ مسافة، لازم توجد مسافة بينها وبين زوجها. المسافة هذه ليس لأجلي فقط، إنما أول شيء بالدرجة الأولى هي لها هي. خلق هذه المسافة هو يحمي المرأة إن هي ما تقع في مسائل الشك والريبة، ما تقع في مسألة الغيرة، ما تقع في مسألة التضحيات الغير مبررة. طيب، ما تقع في مسألة إنه أخطاء تحتاج إنها تعتذر عنها. لما توجد المسافة بينها وبين زوجها، هي بتحافظ على مساحة خاصة فيها هي أول شيء، وبطريقة غير مباشرة كأنها تقول لزوجها هذه مساحتي الخاصة وأبغاك تحترمها وما تقترب منها ولا تتدخل فيها ضمنيا يعني. فهي بإيجاد أول شيء بإيجاد هذا السلوك في نفسها، هي بتعطي التلميح للزوج أن يوجد أيضا هذه المسافة ويبقيها بهذا الشكل آمنة. فإن المسافات هذا يخلق حالة كبيرة جدا، أو يوجد حالة كبيرة جدا يسموها الاحترام. الاحترام اليوم كيف يتكون؟ الاحترام اليوم يتكون، أو سلوك الاحترام أساسا يتكون ويأتي ويتأتى من هذه المسافة الآمنة، مسافة العلاقة، أنه أنا أترك مساحة للطرف الآخر. لما ينوجد بين الرجل والمرأة سلوك الاحترام من خلال إيجاد هذه المسافة الآمنة جدا، فبالتالي حيمنع عملية الاصطدام. معناها عدم وجود الاصطدام معناها أنه إحنا لما نقترب من بعضنا البعض راح نكون في أمان، وشعورنا ووجودنا في مسافة أمان معنى ذلك أن إحنا راح نوجد حالة من الألفة، وهذه الألفة تؤدي إلى إيجاد حالة من الحب. حالة من الحب قائمة أساساً على الاحترام. هذه حالة الحب التي تتكون نتيجة الاحترام معناها أن هذا الحب راح يكون قوي جدا وعميق. خليني أتوقف معاكي فاصل قصير وأرجع أكمل معاكي مسافة الأمان في العلاقات الاجتماعية. لا تروحي بعيد. رجعنا بعد الفاصل نكمل مسافة الأمان. أكيد أنا وإنتي نتفق اليوم نحن نحتاج أن نشعر بالحب الآمن في علاقتنا بأزواجنا، وهذه ما تتأتى إلا قلنا من خلال إيجاد المسافة. طبعا المسافة هذه ليست بالزوج فقط، إنما كمان أهل الزوج. المرأة اليوم لما تشتكي أهل الزوج سووا فعلوا وإلى آخره ومن الناس يعني أي شكاوى تيجي، لازم تكون صادقة مع نفسها وتسأل نفسها إيش هالمسافة اللي هي تركتها بينها وبينها. ممكن تقول أنا ما أتدخل، هل هذا كفاية؟ لا طبعا مو كفاية. أنا ما أتدخل في شؤونهم، هذا ليس كافي. إنما لما أنا ما أتدخل في شؤونهم لازم كمان أتعلم وأعرف كيف أوجد مسافة أو مساحة أو أشياء معينة تمنعهم إنهم يتدخلوا في حياتي. كيف طب أوجدها؟ هو إنه أنا اليوم لما أي إنسان يتطفل على حياتي ويتدخل فيها لازم أعطيه علامات وتلميحات، ولا أجاوب على أسئلته أبدا يعني. لما ما أجاوب على أسئلته وأعطيه تلميحات إنه هذه مساحتي الخاصة وأنا أرفض إنه أنت تتدخل فيها بدون ما أتصادم معه، بالتدريج راح أوجد أنا مسافة بيني وبينه تلقائيا. اليوم ما أقدر أنا أجي أقول أنا والله ما أتدخل في شؤون الناس بس الناس تدخل في شؤوني. لا، لازم أسأل نفسي إيش هي التصرفات والسلوكيات والممارسات التي أقوم بها تسمح للآخرين أو تعطي انطباع وإحساس للآخرين أنه مسموح لهم أن يتدخل في حياتي. ما في إنسان يجي اليوم يتدخل في حياة أحد إلا إذا كان عنده ضمنيا أو يشعر أنه مسموح له أنه يتدخل، مسموح له أنه يقترب. هذا الاقتراب هو اللي احنا نقول عليه أنه هو يؤدي إلى التصادم. فكثير من المشاكل لو نلاحظها حولنا حنلاقي أنه سببها الأساسي هو التصادم، والتصادم هذا جاء من إيش؟ من كثر الاقتراب. حتى أنه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إيش يقول؟ زر غبا تزدد حبا. يعني حتى الزيارات هذه
بين المحبين وبين الأهل وبين الأقارب وبين الأصدقاء وبين الجيران وبين المعارف وبين يجب أن تكون على مسافات أو على مدار يعني أيام متقطعة وليست متتالية. ليش؟ لأن الإنسان كل ما يكون بعيد شوية يبقى الود هو القائم والاحترام هو دائما القائم، فبالتالي يظل الشوق موجود. فلما يلتقوا هؤلاء الناس مع بعضهم البعض يلتقوا كأحسن ما يكون هذا اللقاء. لكن الاقتراب الكثير والاعتياد على التواجد والالتصاق الكثير يؤدي إلى التصادم، والتصادم ده يخلق حالة من النفور، وحالة من النفور ربما لا سمح الله تؤدي إلى حالة من الكراهية. حتى في مقولة اللي هي برضو للإمام علي رضي الله تعالى عنه، اللي هي إيش تقول: مر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. الناس اليوم لما يحبوا بعض ويكونوا أهل يحبوا يسكنوا في مكان واحد، في حي واحد وفي شارع واحد وفي مبنى واحد، ومرة لما يبالغوا كمان يقول نسكن مع بعض. لكن هالسكنة مع بعض هذه بدون وجود الضوابط الاجتماعية، بدون وجود فن المسافات، يؤدي إلى حالة من الكراهية والنفور. فحتى الأقارب هذولا ما ينفع أنه أنا اليوم لما أبغى أحافظ على علاقتي بأقاربي وأهلي ومن أحب أني أنا ألتصق بهم أو أني أنا أسمح لهم بالالتصاق بي، فلازم يكون في مسافات. طيب لو أنا اضطرتني الظروف أن أنا أكون قريبة منهم أسكن معهم في مكان واحد، ما يمنع. سكن الأجساد ما هي ممنوعة أساسا يعني، لكن المشكلة هي في الفن، كيف أنا أدير علاقتي مع الآخرين. من هنا إذن أرجع أقول لك وأكد لك أنه مسألة إدارة اللي هو النجاح في العلاقات الاجتماعية يتحقق فقط من مسألة واحدة، اللي هي فن المسافات. المسافات هذه هي المهمة جدا والتي تؤثر في شكل العلاقة. المسافة اللي أتركها بيني وبين أولادي حتحافظ على الاحترام الذي يجب أن يكون بيني وبين أولادي. هذا الاحترام راح يساعدهم في أنهم يقوموا بالبر والإحسان إلي، وهو المأمور شرعا. اليوم أنا لازم أساعد أولادي في مسألة البر. كيف أقدر أساعدهم؟ بأني أنا ما أتدخل كثير، خاصة إذا كانوا كبار. حتى لو كانوا يمارسوا شيء خاطئ، إن لازم أنا فقط أوجه النصيحة والإرشاد، لكن أنا ما أتدخل، لأن لازم يكون عندهم مساحتهم الخاصة للحكم على الأشياء واتخاذ القرارات المناسبة. لما أترك مسافة بيني وبين أولادي فأنا بعينهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى في بر والإحسان إليه. لما أنا ما أتدخل في شؤون زوجي وأترك مسافة آمنة بيني وبين زوجي، معناها أن أنا أكون قادرة اليوم على أن أنا أكون له الزوجة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى في حسن التبعل يعني. طيب، وأقدر أدي له الحقوق والواجبات دون ما يكون عندي مشاعر غضب. لما أترك مسافة بيني وبين الناس من حولي فأنا بحافظ على خصوصيتي في علاقتي في بيتي مع أولادي وزوجي، وبحافظ كمان على علاقتي مع الآخرين من خلال المسافة، لأني أنا أترك لهم كمان مساحة أمان يكونوا فيها زي ما هم يحبوا ويرجوا أن يكونوا عليه. إذن اليوم لما أبدأ أمارس أنا فن المسافات، أنا بمارس فقط مسألة إيش هي؟ مسألة إنه ما أتدخل في شيء ما لي أتدخل فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ففن المسافات من الفنون المهمة جدا الاجتماعية اللي نقدر من خلالها نحن نحافظ على علاقتنا مع بعضنا البعض، علاقة قائمة في الأساس على الاحترام، ثم بعد ذلك تأخذ شكل آخر من المودة والمحبة والألفة التي تتواجد فقط من خلال فن المسافات. فن ترك المسافات في العلاقات هو دائما الحل الوحيد في كثير من المشاكل. حتى بعض الأحيان لما يصير مشكلة يجب أن يكون المسافة اللي أتركها أكبر، لا تكون مثلا مسافة قريبة جدا. لما يصير في مشكلة بين المرأة وزوجها يجب أن تترك مسافة، بس المسافة هذه ليست هجر، إنما مسافة لفهم المشكلة والتعامل معها ومحاولة إصلاحها والعودة في العلاقة الزوجية هذه بطريقة أفضل وأفضل وأفضل. فلازم نحن اليوم نتعلم فن المسافات، اللي هو دائما ما نتعلمه بطريقة صحيحة، إنما نتعلمه مع الأسف الشديد من خلال وجود المشاكل. لما تنوجد المشكلة نبدأ نحن نتعلم فن المسافات ونترك الآخرين في شأنهم، ما نخليهم يتدخلوا وما نتدخل نحن. فقبل ما تصير المشكلة أحسن شيء نحن نبدأ نتعلم كيف نترك مسافة أمان بيننا وبين الآخرين، لنحافظ فقط عليهم وعلى أنفسنا من إنه إحنا يساء فهمنا أو نسيء الفهم، وبالتالي تفسد هذه العلاقات ولا تسير في الاتجاه الذي نتمناه ونرغب فيه. في نهاية هذا اللقاء أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما
من الذين يتركون مسافة آمنة في علاقتهم بالآخرين ليحظوا وينجحوا كل العلاقات وتسير هذه العلاقات في الاتجاه الذي يحبه الله ويرضاه. كنت معك أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتِ، حتى موعد لقائنا القادم أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.